اسمي أنس عبد الحكيم الحسيني. أنا مو منتسب للأحزاب، عم بشتغل بشركة خاصة تنظيفات، صار لي 14 سنة فيها. الشركة هاي أخذت قصور جمهورية، وزارة خارجية، مجلس وزراء، هيئة الضرائب، كل شيء. أغلب المناطق حكومية وقليل مناطق خاصة. يعني عندك مشفى بيروني، مشافي، شركة تنظيفات يعني. واشتغلت فيها صار لي 14 سنة الحمد لله، وكذا عايش ملك. قال تعال بدي أشوفك. أخذت ابن عمي معي جوان اللي هو ساكن معي. إذ مشي جوان نروح نشوف، تعرف على هيثم، تشوف هيثم. رحنا أنا وجوان عند هيثم. وين شفناه؟ ركن الدين. طبعا نحن فكرنا إنه رايحين زيارة عادية. مرحبا كيفكن؟ مين هذا؟ جوان. هذا هيثم. تعرفنا على بعض، طلعنا لفوق. كيكية، موقف كيكية. موقف كيكية بركن الدين. كيكية. ايه. طلعنا فوق، ما بعرف بين الحارات هيك شفنا أبو كردو، بيت أبو كردو. بيته بيت إيجار، ما بعرف. هو كمان مثل ما قال هيثم صديقه طالب جامعة أساس. هيثم عرفني عليه، قال هذا الزلمة عم يشتغل بالوزارة والقصور الجمهورية وكل شيء. قال بدك تستفيد منه، خذ معلومات منه. قلت له شو القصة هيثم، خير؟ قال في قناة كردية كردستان تي في، وحابب ناخذ شوية معلومات منك مشان نحطها مع القناة. اللي بدي أعمل قناة يعني محتاج أنس كذا. قال يعني شوية معلومات. طبعا أخذ رقم تلفوني، صار يدق دق 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 دق. أنا هون أيام مجلس وزراء، وزارة خارجية، بكون بيت فلان أو بيت فلان، ممنوع التلفونات. حطها على الباب، تعرف أنت. إجا قلت له هذا رقم جوان، هو تحكي معه وإذا بدك شيء جوان، واتصالاتك بجوان، هو ابن عمي. له قال معلش. قلت له لا بغى اتصل فيني وأنا موقفي محرج. أنا عرفت غايته بصراحة. عرفت غايته؟ إيه. شو غايته؟ غايته إنه يصور جوات وزارة خارجية، قصر جمهوري، ياخذ ورقة مهمة، حيلا مشان جهة خارجية اللي هي بتركيا عنده. إنه شو بده شغلات خاصة، شو شغلة مهمة بالقصر أو بالخارجية أو مجزرة أجيبها. أنا هون حضرتك بتفوت لجوا على المكاتب؟ كنت أفوت قبل، ما بقى فتت، لأنه أنا شغلتي مثلا أنا وزارة خارجية، شو شغلتي؟ أخلص تنظيفها كلها وأطلع، ما بقى أفوت. وحدك؟ مو أنا، معي ورشة كاملة. معك ورشة؟ أنت مسؤول ورشة كنت يعني؟ أنا مسؤول ورشة كاملة. أنا رئيس مشرفين كلها. بخلص مهمتي وبطلع منها. كويس. مين في عنا بالقصر؟ مؤيد حشقة. طبعا تاني مرة رحنا شفنا أبو كردو، أنا وجوان. الهم قال يا شباب بعرف انتو ايدكم متضايق وكذا وحال. أعطانا 7500. قال خليها لرسول. هو أعطانا إياها، قال هاي بس هيك يعني خليها عندكم، يعني إذا لازمكم شيء كذا. أنت لا تعاونت معه؟ إذا أنت مش بحاجة مصاري ليش تعاونت معه؟ هذا اللي أنا ما بعرفه. ليه؟ ما بعرف شلون غسيل دماغ عمل يعني شيء غريب. مؤيد شلون اقتنع؟ في له مصاري واحد على واحد شيء 350,000. قانعينه انه بس تساعدنا ناخذ مصاريك الي جنب، بنجيب لك مصلحتك. المهم راح اجا جاب ورقة اجازة من قصر الروضة فاضية، اعطاني اياها مؤيد فاضية. انا اعطيتها لمين؟ اعطيتها لجوان.
جوان عطاها لمين؟ لأبو كردو. صدفة هذاك اليوم اجا أبو كردو على جرمانة لعند مين؟ حكى مع جوان وراح لعند جوان. ومؤيد ساكن بحسينية، سكر الطريق، تأخر الوقت تسكر. مؤيد اجا لعندي كمان راح على البيت لعندي، شافوا بعض هنيك. وأبو كردو صار يحكي لمؤيد يقنعه، يحكي له كذا مشان ياخذ معلومات، شو ما كان معلومات من جواد القصر. والله أنا عادي بالوضع. قال اجا دورك أنس بدك تجيبنا على أساس أنت بالخارجية ومجزرة وتفوت جوا وشو ما بدك تساوي. قلت له خلاص ماشي تكرم عينك. رحت على الخارجية، إلي صديقة هي اللي مسؤولة هنيك، اللي مسؤولة بالخارجية المشرفة. حكيت معه، قلت له إذا في مجال صور عن وراء كذا خارجية. كيف تجرأت تحكي معي؟ أنت بتعرف معارضة يعني؟ لا مو معارضة، بس صار لي 7 سنوات معه، وإذا في شي غلط هي بتخبرني. قال مشان شو؟ قلت له والله هيك القصة. حكيت له إنه مشان أبو كردو؟ إيه، مو إنه مش ساعدتك؟ لا ما ساعدتني. مخلوقة ما ساعدتني. قالت خلاص راح شوف، أهم شي صور شو؟ مكتب الوزير وحمام. قلت له مشان شو حمام الوزير يعني؟ قال هون نحط العلبة. علبة شو؟ علبة شو؟ قال علبة ناسفة. علبة ناسفة؟ ايه. شلون أبو كردو؟ شلون نفوت؟ شلون كذا؟ قال خلي شو بدك؟ خليها تصور، انت ما لك علاقة. البنت تصور؟ هي بس تصور، نحن نفوت. نعم. أهم شيء هي تصور شلون مدخله وشلون مدخل وزير وشلون حمام. دول تكرم عينك. كيف كان بده يفوت ما بعرف. ما بتعرف؟ شفته هو عن طريق على المواد تنظيفات، مواد تنظيفات. يعني مين عنده مواد تنظيفات؟ نحن عم نفوت مواد تنظيفات كل شهر، له دليل. انت بتنزلهم؟ لا بالشركة. شركة مين؟ شركتنا، بس هو بده ياخذ مفتاح ما بعرف شلون، طريقة ما بعرف شيطانية يعني. من مين بده مفتاح؟ منك انت؟ لا مفاتيح، بس شي مواد مثلا شلون بساوي؟ انه بدل ما افوت هاي العلبة فوت هالعلبة هي العلبة. ايه. ثاني يوم رحت على اساس اجيب صور ما صور، مسكتني وجابوني للفرع.